اولاد اول ما يكبروا شويه يبقوا 5 و6 كده، مش عايزين 5 6 مش عايزين حد يوصلهم المدرسه. لا ما توصلنيش، انا خلاص راجل مش عارفه ايه. دي من ضمن الحاجات المهمه اللي عايزه اقول لكم برضه والله بجد. يا خلاص على البلوزه كانت بس شوكولاته. فكانوا ايه لا الاولاد بقت إيه؟ مامتك موصلاك. فبرضه عشان حاجه مهمه تعودوا على الاولاد برضه، دي حاجه مهمه جدا، انه قولوا له الرجوله مش اني ما اسمعش كلام ماما. الرجوله ان اسمع كلام ماما، وتعودوهم على كده، ما يكونش من كلام حد، او فهموهم كده. فالاولاد يطلعوا ان هم عارفين في سن رخم كده للعيال، الاولاد بالذات الصبيان، ان هم مش عايزين يسمعوا كلام مامتهم. لا احنا رجاله وكبار والكلام ده كله. فيقولوا ايه قلت لهم لا، الرجوله ان احنا ايه نسمع كلام ماما، مش الرجوله ان انا ما اسمعش كلامها. هي هتوصلني خلاص توصلني عادي، مامتي ما فيش اي مشكله. فبعدين ايه الولد الاصغر بقى منه، فكنت رايحه برضه اوصلهم. كان هو ابني الكبير كان في سنه 5 كده، سنه 5 والتاني كان صغنن رايح حضانه. بس انا بس اكمل الحكايه. فكان ايه رايح حضانه، راح كي جي 2. فبعدين استنى بقى وبعدين ايه فراح الصغنن بقى، انا عماله افهم في اخوه ان ما ينفعش كده، مفيش حاجه اسمها ما اللي يقول لك ما تسمعش كلام، اقول لا الصح نسمع كلام ماما. فالصغير بقى طول ما هو ماشي معايا، ان احنا كان المدرسه مش بعيد عن يعني البيت مش بعيد عن المدرسه، فيقول له اصحابه ماما طول الطريق يقول له ماما ايه ماما ايه. انت مش شاطر تسمع الكلام، ويا كده يا كده.